اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا احسن متابعين في الدنيا، عاملين ايه النهارده بقى؟ ولا هتحمري ولا تشمري ولا هتسلقي. هنعمل النهارده هنعملها بطريقه سهله وبسيطه ومش هتكلفنا اي وقت ولا اي مجهود. تعالوا النهارده معايا كده صدر من الفرخه، قطعناه ونزلت بيه في مكعب زبده كده وقلبناه ونزلنا عليه بالبصل كده ونسيبه بقى ايه يتشوح معانا كده وياخد ويدي كده بشكل ودي كده. ضفت معاهم ايه، حطيت كده حته الزبده وحطيت الفراخ، خدت معانا صدمه كده. نزلنا بالبصله ونزلنا بالبهارات الجميله، فلفل اسمر وحطينا السبع بهار وحطينا معلقه قرفه ولوري وحبهان مطحون. دي كل البهارات اللي احنا حطيناها على صدر الفرخه بتاعنا النهارده، وسايبينها كده بقى ايه تعيش حياتها كده وتاخد وتدي بشكل ودي وتتعصج معانا على البوتاجاز كده. بصوا بقى يا جماعه، لازم تبقى النار بتاعتها ايه عاليه عشان احنا مش عايزينها تنزل ايه ميتها. معايا دلوقتي قرن فلفل اخضر كده او قرن فلفل الوان، ورحنا نازلين بيه في قلب الطاسه وسبناها بقى ايه تعيش حياتها. معايا كده شفشق الخلاط، ومعايا 6 معالق دقيق نزلنا بيهم، ومعايا كيلو من اللبن، ورحت نازله برضو على شفشق الخلاط كده كله ايه كله مع بعضه كده. ومعايا معلقه جبنه حطيتها ورحت نازله بيهم ايه في قلب شفشق الخلاط، واروح اضرب الكلام ده كله في قلب الشفشق وبعدين ارجع لكم على طول. ماشي، ضربت الكلام ده كله في قلب الشفشق اهوت، شايفين كده خليته ايه بقى عسل عسل. معايا دلوقتي نص كوبايه زيت على النار وسخنت معايا كده، فرحت نازله بايه باللبن والدقيق بتاعنا كده مع مكعب الجبنه والبهارات بتاعتنا برضو هنحطها، الفلفل الاسمر، وهنحط كده ايه ونحط حبة ذرة ملح، وبحط معلقة كمون ومعلقة كزبرة ناشفة. دي البهارات اللي انا بحطها دلوقتي. وضحت الرؤية ان احنا بنعمل بشاميل كده، بس عاملينه بقى على ايه على البارد كده، شايفين يعني. ضربناه في الخلاط ونزلنا بنص كوبايه من الزيت ونزلنا بيه كده في قلب ايه في قلب الحله. دلوقتي البشاميل اللي بيبدا يتقل معايا كده، بس اهم حاجه تنزليه وايدك بتقلب فيه، يعني تنزلي من ناحيه ودنك تقلبي في ناحيه. حطينا البهارات بتاعته كده وبنجيب بقى المضرب كده وايه وبنقلبه زي ما انتم شايفين كده. عايزه تضيفي شوربه مفيش مشاكل، بس انا صراحه عملته بلبن كان كريمي خالص وكان جميل جدا جدا جدا. دلوقتي حطيته، شايفين القوام بتاعه بقى عامل ازاي، عامل كده زي ايه الكريمه الجميله كده، شايفين اهو. طيب دلوقتي شايفين القوام بتاعه اهوت يا جماعه. دلوقتي معايا بجيب صينيه بقى فاضيه، وتعالوا نشوف النهارده هنعمل احلى صينيه بشاميل تقدري ان انت تحطيها في الفرن، جميله وقمر ومش هتاخد منك اي وقت ولا اي مجهود، وهتبقى اسرع صينيه مكرونه تقدري تعمليها في حياتك. طيب معايا الصينيه هنا، وبجيب البشاميل اللي مش بدهن في الصينيه اي ماده دهنيه عشان ما تلزقش مني. انا بحط في القعر كده بشاميل وبروح جايه حطاه في قعر الصينيه، وبروح مغرقه بقى الصينيه كده. شايفين البشاميل بتاعي مش عايزاه تقيل، انا عايزاه خفيف. طب مش عايزاه تقيل ليه؟ هقولك دلوقتي انا مش عايزاه تقيل ليه. انا عايزاه خفيف زي ما انتم شايفين كده. ليه بقى؟ انا ما سلقتش المكرونه انا احطها نيه عشان البشاميل يبقى طري يسوي معايا المكرونه. لو ناشف المكرونه مش هتستوي، لا انا عايزاه يبقى طري زي كده عشان احط المكرونه هو يسوي لي المكرونه. بفرش المكرونه كده زي ما انتم شايفين، فردتها كده في قلب الصينيه. دي نص الكميه بحطها من تحت، وبروح حاطه الحشو في النص، وبروح جايه بقى ايه، بس اهم حاجه تفرجيها كده ما تحطهاش ايه متكومه كلها على بعضها. بتفرجي كده في قلب الصينيه، وبعدين تكون زي ما احنا قلنا البشاميل بتاعنا يكون خفيف مش يبقى تقيل عشان المكرونه بتاعتي تستوي، وهتستوي ان شاء الله ما تقلقيش. بتبقى بصي عسل وقمر قمر قمر. طيب فردنا المكرونه كده، بنجيب بقى الحشو بتاعنا وبروح جايه حاطه، وبروح جايه حاطه كبشتين من البشاميل كده عشان طبعا نغرقها بقى بشاميل عشان ايه قلنا المكرونه تستوي. طيب بعد ما حطيت كده البشاميل كله كده يا جماعه، بروح جايبه الحشو بتاعي اللي هو صدر الفرخه اللي كنا ايه معصجينه في اول الفيديو لو فاكرينه.
طيب دلوقتي بنجيبه بقى ونروح حاطينه كده، وتعالوا نشوف دلوقتي بعد بقى نجيب بقى نص المكرونه التاني. تعال لو وصلتي معايا لغايه هنا مش تنسي تحطي لي احلى لايك، ومستنيه منك كومنت تقولي لي ايه رايك في صينيه المكرونه بتاعتنا النهارده، وصدقيني لو جربتيها عمرك ما هتسليها. طيب دلوقتي انا نزلت بالحشو بتاعي كده وحطيته في قلب الصينيه اهوت، ونروح مفرجينه كده زي العسل كده زي ما انتوا شايفين اهوت بالشكل الجميل دوت. طبعا شايفين الالوانات بقى لما دخلت في بعضها بقى حاجه كده عظمه عظمه عظمه. طيب نزلت بقى بالمكرونه كده من على الوش زي ما انتوا شايفين اهو ببقيه المكرونه ماشي كده بالشكل دوت. طبعا بتبقى حسب الصينيه بتاعتك، خدت كيلو، خدت نص، خدت كيلو الا ربع، المهم على حسب ايه الصينيه اللي انت هتعمليها وعلى حسب عدد افراد اسرتك. طيب ماشي، حطيت كده المكرونه، بروح جايبه البشاميل بقى بتاعي واروح جايه ايه مغرقه بيه المكرونه بقى من فوق كده، وزي ما احنا متفقين بقى كده عليكي تاني يكون البشاميل بتاعك خفيف مش تقيل عشان المكرونه تستوي ماشي. مش معنى ان انا عماله اكد عليك ان المكرونه تستوي ان انا قلقانه، لا صدقيني انا قبل ما بنزلها على يعني قبل ما بنصور معاكم الفيديو ببقى مجرباها قبل كده، وجربتها وكانت جميله جميله جميله. طبعا انا دلوقتي غرقت المكرونه كلها بالبشاميل زي ما انتوا شفتوا كده، بكون مولعه الفرن على درجه حراره 180 في الرف الاوسط، وعايزه تحطيها تحت حطيها، بس انا صراحه سويتها على الرف الاوسط كده وكانت طالعه معايا. دلوقتي هتشوفوها بعينيكم كانت جميله خالص. انا دلوقتي غرقتها زي ما انتوا شفتوا. بصوا اهم حاجه تغرقي بقى المكرونه بالبشاميل بتاعك، مش تستخسري وتعملي حبه بشاميل صغيرين وترجعي تقولي ده ما استوتش معايا، لا غرقيها بالبشاميل زي ما انت شايفه كده، وتروحي نازله على شايفين البشاميل بتاعي كأنك بتحطي كريمة مش بشاميل والله. طبعا كده انا مستنية منك تحطي لي لايك ومش تبخلي عليا باللايك عشان الفيديو دوت يوصل لاكتر عدد من الناس يشوفوه يعني. طيب دلوقتي كده خلصنا كده، حطيناه في قلب يعني حطينا البشاميل كده على المكرونه، وبتجيبي اي جبن بقى وبتروح حطاها ايه على الوش، اي جبنه عندك اي نوع جبنه عندك بتروح حطاها على وش ايه المكرونه زي ما احنا شفنا كده. وبعدين نروح جايين بقى في انتظارنا ان احنا نروح مدخلينها الفرن. بصوا يا جماعة والله كانت ريحتها قلب الدنيا كلها. شايفين المكرونة بتاعتنا وهي في الفرن شايفين عاملة ازاي، خطيرة خطيرة والله كانت خطيرة، وكانت ريحتها قلب الدنيا، وكانت اطعم صينية مكرونة تقدري ان انتي تاكليها في حياتك. تعالوا نشوف كده بقى بعد ما طلعت من الفرن، بسم الله ما شاء الله حاجة كده خطيرة خالص وحاجة تحفة خالص. شايفين صينية المكرونة بتاعتنا عاملة ازاي، جنان جنان جنان. يا رب يبقى الفيديو عجبكم يا جماعة. وشايفين المكرونة بتاعتنا بصوا جميلة سايحة، مش تقولي ان هي نية، لا ده مستوية وسايحة. وتعالوا شوفي كده بنفسك شايفين المكرونة بتاعتنا عاملة ازاي، والشوكة حطيتها فيها بصوا يعني بسم الله ما شاء الله حاجة كده جنان خالص. صدقيني جربيها بالطريقة ديت مش هتندمي خالص. وبص ابني مش كان صابر ان انا اطلع المكرونة بره، كان عمال ينتشها مني من اول ما طلعت من الفرن، هو عمال ينتش وياكل مش مستني اما المكرونة تطلع بره. ايه رأيكم بقى، ايه رأيكم بقى في المكرونة بتاعتنا، طعمها وريحتها وشكلها وطريقتها طريقة جديدة وحاجة كده تحفة خالص. ويا رب يبقى الفيديو عجبكم، مش تنسوا اللايك وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد وجديد، ويا رب اكون بقدر اقدم لكم الجديد والمفيد. وانا النهارده بقول لكم بالهنا والشفا على قلبي وقلبكم، بحبكم ومستنيه منكم احلى لايك تقولوا لي احلى مكرونه النهارده ولا ايه. مستنيه تعليقاتكم الجميله تقولوا لي المكرونه بتاعتنا ديت عجبتكم ولا مش عجبتكم. صدقيني احلى مكرونه في حياتك.